انا في رايي ان الوعي لما بيعلى الناس بتبقى اكثر سعاده مش اكثر شقاء. مم. بس هو دايما الناس بتقول مجازيا ان الناس لما بتفهم بتبقى اكثر شقاء، بس هم عشان هم فهموا بس وعيهم لسه معليش، لان الفهم مختلف عن الوعي. يعني كون ان انا افهم حاجه لا يعني بالضروره ان انا وعي زاد. في اختلاف كبير قوي بين زياده المعرفه وتطور الوعي. عشان كده الناس اللي هاريه نفسها كورسات ورا بعض مش دايما سعداء، لان هم عاملين ياخدوا معرفه. انا عمال احط حاجه في الكوبايه بس الكوبايه ما كبرتش، فالاناء اللي هو الوعي بتاعي لسه زي ما هو، وانا عمال احط فيه، فاوتوماتيكلي ببقى مش طايق نفسي، وبقى عندي كمان توقعات من نفسي ان انا المفروض اكون مبسوط. فانا عمال ازق في نفسي زياده وانا متضايق، فبتضايق اكتر وبصرف فلوس اكتر وبحس وبضيع وقت اكتر وانا مش سعيد. انما هو الحقيقه مش كده، هو الحقيقه ان الاساس هو الوعي. لو الاناء، هو الهيلينج معناه ايه اصلا؟ اه. الهيلينج، الشفاء، معناها ان يبقى عندي سبيس اكبر. ده مم. ببساطه شديده جدا. اوكي. فبمعنى ان احنا اي علاج في الدنيا مم. is about ان احنا نوسع المساحه اللي فيها المشكله. مم. هضرب لك مثال. في مقوله جميله منسوبه لبوذا كان بيقول لو انت جبت معلقه ملح وحطيتها في كوبايه وجيت تشرب ميه هتلاقي الميه طعمها مالح جدا. مم. انما لو انت جبت معلقه ملح وحطيتها في بحيره مش مم. هتأثر. فكل ما المساحة بتزيد، كل ما استيعابنا أو وعينا بيزيد، كل مم. ما قدرتنا على التعامل مع المشاكل ومع الحاجات اللي مرينا بيها بتبقى مختلفة تماما. صح. فما بتبقاش فيها مشكلة. فالقصة كلها في الوعي. الوعي لما يزيد احنا بقى أحسن. من ناحية تانية، مم. لو واحد مبسوط وما عندوش مشاكل، مم. فدي حاجة حلوة جدا. يعني دايما مثلا الشخص اللي بيفترض حسن النية في الآخرين، مم. حتى لو الناس بتأذيه بس هو مفترض حسن النية ومبسوط، مم. فليه تضايقه؟ هو كده مبسوط جدا. يعني افتراض سوء النية، العقل بقى يقول لا اصل هو لما عمل كذا هو مش عارف ايه. الناس اللي بتقعد تحلل مش سعيدة. طبعا. انما الناس المفترضة حسن النية سعيدة، فسيبوهم مفترضين حسن النية حتى لو هي مش حقيقة، بس طالما هو سعيد. هو الهدف مش ان انا اكون فاهم، الهدف هو ان انا اكون مستريح. الهدف من الحياة مش ان انا اكون فاهم الحياة، الهدف من الحياة في وجهة نظري ان انا اكون مبسوط من الحياة ومستريح فيها، عندي سلام نفسي فيها. فمش دايما اكشلي الفهم في احيان كتيره works counterproductively مع فكره السلام النفسي.